حيا الله إخواني الموالين والأخوات المواليات، وحيا الله إخواني وأهلي من أهل السنة. طب بداية يعني أخش في الموضوع على طول. جزاكم الله خير. الله يكرمك يا أخي. الله يكرمك. يعني تقدروا تعتبروه اعتراف أو إفصاح تقدم، يعني بعد سنين من البحث والحيرة والتطرف أحيانا في طلب الحقيقة. تحبوا يعني بس يعني لمحة سريعة كده عن القصة، بس عشان لو حد حب يسألني بشيء. طيب يا أخي الله يجزيك خير. يعني هي البداية طبعا كأي مسلم في مصر او في غير مصر، يعني هو دايما طبعا سبحان الله دايما بيبقى مرتبط بدينه، خصوصا المسلمين. يعني انا لما بدأت احس ان في شيء مختلف، يعني من يوم ما سمعت مثلا قصة مقتل حسين بشكل انا عمري ما فكرت ان انا ممكن اتعرض ليه او اسمعه او اتخيله اساسا. سألته الدكتور هاني، فبقول له انت مش شايف ان في تقصير من الدعاء في سيرة اهل البيت؟ فين سيرة اهل البيت؟ يعني انا مش فاهم عنهم حاجة. طب فين قصة مقتل حسين؟ فين زيد بن علي؟ فين الحسن اللي اتسمت؟ فين كل ده؟ فمجرد سؤالي رد كان، والرد موجود على فكرة في موقع الدكتور هاني، انه بدأ يشكك فيا ان انا بقول كده، يعني كايه، كأني بعمل بلبلة او بعمل فتنة، مع انه كان مجرد سؤال بريء. يعني انا بسألك طب فين سيرتهم؟ فين السيرة؟ فين انا ليل نهار بسمع مثلا الصحابة وكذا وكذا وكذا، وبحس بهالة من القداسة. طيب جميل. طب فين بقى، فين اهل البيت؟ يعني انا عايز اسمع اعرف مين الحسين. وفي الوقت دوت بالصدفة، يمكن ما اعرفش، انا كنت محمل الكتاب ده موجود في المكتبة الوقفية، لو حد يدخل المكتبة الوقفية هيلاقيه، إلا مش له يعني اسمه الكتاب ده اسمه الرياض النظرة في مناقب العشرة، اللي شخص اسمه ابو جعفر الطبري بيذكر مناقب العشر المبشرين بالجنة. حلو الكلام. فانا سألته قلت له يا دكتور هاني ايه رأيك في الكتاب ده، بما ان السلسلة كانت عبارة عن ان هي سلسلة في مصادر السيرة، فانا سألته ايه رأيك في الكتاب دوت، مقبول يعني؟ فقال لي عادي، ما فيش فيه مشكلة. والكلام ده برضه مسجل عنده في الموقع. الكتاب غريب ان هو كان بيقول، يعني الراجل وهو بيتحدث عن مناقب الامام علي بيتكلم عنه كأنه اول من اسلم. تخيل انا مثلا في حياتي ما اعرفش انه اول من اسلم بهذا الشكل، يعني اول من اسلم، هو اول من اسلم، وانه كان بيقول عن نفسه فوق المنبر انه هو الصديق. يعني الامام علي كان بيتحدث عن نفسه ويقول انا الصديق الاكبر وانا الفاروق. طب فين ده؟ طب يعني ازاي؟ طيب يعني ازاي؟ طب هو ده مقبول وانت قلت لي ان الكتاب مقبول، طب ايه انا تفسيري يعني لما الامام علي نفسه بيتكلم؟ نعم بيتكلم، وده في كتاب انا محمله من موقع، وغالبا كل الكتب اللي فيه كتب سلفية. طب ازاي؟ وانت يا دكتور هاني مثلا انت راجل محقق في الكتب، وانا عارف ان ليك دراسات في القانون وغير القانون، يعني طب انت وغيرك يعني، طب هو حتى محطوط في الموقع، طب بيقول انا الصديق الاكبر. وبدات اقرا في كتب التاريخ، بدات اقرا في الكامل مثلا في التاريخ في ابن الاسير، وعارف لما تقرا في شيء انت اصلا يعني ما كنتش متخيل ان ده ممكن يكون موجود مثلا في ابن الاسير، او في اللي هو في البدايه والنهايه. الكلام هتلاقيه قريب من بعضه، بتحس بصاعقه يعني، او بتحس بصدمات. الصدمه تلو الصدمه، الصدمه بتلو الصدمه. انت بتسمع كلام غريب وبتشوف امثله كنت متخيل شيء ولقيت شيء تاني. بدأ النقطة اللي بعد كده او الخطوة اللي بعد كده ان انا ابدأ يعني ادخل مثلا الغرف بتاعتي، غرف الموالين اللي موجودة. دي كان شيء محرم بالنسبة لي على فكرة، من قبل ما اسمع كلام اللي هو الشيخ العرعور. انا بالنسبة لي كان محرم، انتوا بالنسبة لي كنتوا كفار، يعني ملهاش اي، ما فيش فيها فصال يعني. فكنت بدأت ادخل غرف، ودخلت هنا برضه في غرفة عالم على الحق، وصل اللي هو الاخ القدس او غيره. بس كان بيعجبني بعض المواضيع. كفار طبعا يا أخي، كفار بلا شك او بلا ريب يعني، ما فيهاش اي ريبة بالنسبة لي. مجرد سب الصحابة ده كان كفر. فكان مثلا دخلت غرفة اسمها الاسير برضه، للامانة ما اعرفش اذا كان ممنوع ان انا اقول غرفة اسمها غرفة تانية ولا لا.
الأسير كان في غرفة اسمها الأسير زمان، كان في غرفة الثقلين، الثلاث غرف دول. فبدأت أسمع، بدأت أسمع مع الناس هنا العقلاء، أسمع منه ويحرك ذهنك كده، يحرك فكرك. بتسمع مثلا حديث زي حديث الثقلين. الثقلين ده أنا ما سمعتوش، تركت فيكم ما أن تمسكتم بكتاب الله وسنتي. إيه حديث الثقلين دي؟ فجأة يطلع لي وأبحث وراه، الاقي ان مش عارف اكتر من 16 صحابي وانه وراويين الحديث، وان في صحة بشكل معين، مثل حديث الثقلين وصحته. فانا بدأت ابحث فيه، وحديث اللي هو من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ونسبة التواتر اللي فيه اللي محدش بيقدر ينكرها. واذا كان الاخوة في الغرف الثانية انا كنت بسمعهم، كنت بسمع الناس في الغرف الثانية مثلا بيقولوا ان الجزء ده متواتر، والجزء الثاني اللهم عادي فمن عداه مش متواتر. المهم ان في اسئلة كانت من غير اجابة. فبدأت ان انا اشوف الموضوع بشكل تاني، وموضوع عدالة الصحابة. يعني ازاي مثلا على اقل تقدير ازاي ان انا يعني اتعامل مع شخص هدد بحرق بيت النبي مثلا. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير. يعني على اقل تقدير، انا مش هقول كسر ضلع الزهراء او كسر الباب او حرق، على اقل تقدير هدد بحرق البيت. وده سمعته من اخت هنا تقريبا، هي الاخت بنت الهدى. هي كانت من اول لما جيت بعد كده في فترة متأخرة، كانت برضو نفس الفكرة دي عندها. يعني مجرد حتى التهديد ده في حد ذاته شيء بصراحة انا مش قادر اتخيله. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير يا اختي بنت الهدى. فبدأت افكر في الموضوع، يعني طب ازاي، طب ازاي ايه اللي حاصل. يعني انا حتى لدرجة ان انا مثلا في بعض الاسئلة، وياك يا اخي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، بعض الاسئلة مثلا مسألة فدك، انا جديد على الحاجات دي يا جماعة، انا جديد، انا ما سمعتش ده قبل كده في حياتي. برغم ان انا سني مش صغير، انا سني كبير، وما سمعتش ده في حياتي. فبدأت مثلا ان انا في مسألة فدك او غيره، انا باخد الكلام منك انا بروح اراجعه. يعني انا ما باخدوش كده ومسلمات، عشان انا ما اتعودش على كده. يعني انا ما اتعودش ان انا اخد الكلام مسلمات، لا انا بروح اراجعه واقرا فيه. طيب الله المستعان. فبدأت يعني، وذلك انا دخلت كنت بدخل غرفة انصار. طيب الله يبارك فيك. كنت بدخل غرفة انصار ال محمد، كنت بدخل غرفة انصار وكان هناك مرة الشيخ عثمان الخميس، وبعت سؤال لأحد الإخوة هناك. الله يبارك فيك يا أخي. بعت سؤال لأحد الإخوة هناك، قلت له مسألة فدك دي حقيقة، لأنها بصراحة عاملة شبهة عليا. كل ده في إطار البحث. فلو سمحت ابعت السؤال ده يعني للشيخ عثمان. وفعلا بعت للشيخ عثمان الخميس، وكانت إجابته بالنسبة لي منصفة بالنسبة للي سمعته قبل كده. يعني متخيل، يعني زمان كنت على طول تقول لو كلمت واحد يقول لك لا لا مستحيل مثلا، مستحيل، هم منزه دي في عدالة، في عدالة صحابه، مستحيل ان هو يخطئ. طيب ما انا لو افترضت ان هو مش اخطأ، هفترض ان السيدة فاطمة اللي هي بضعة من الرسول اخطأت، وقامت بهذه الخطبة مثلا اللي احنا كلنا سمعناها سواء في اذاعة القرآن في مصر او غيره. المهم ان كانت اجابته كانت منصفة بالنسبة لي. انا مش هنكر انصاف شخص حتى لو كان مخالف معايا في المذهب. فالشخص ده جاوب بالوضع ده، قال في حد منهم اخطأ، لا اما ابو بكر اخطأ بهذا، ما هو ماشي لا اما ابو بكر اخطأ لا اما فاطمة اخطأ، هو قال احدهم اخطأ يعني. طيب انا شايف بقى ان انا شفت بعد كده ان اللي اخطأ هو مش هي. فده كانت بعض الحاجات برضو اللي كانت بتحرك في الانسان ان هو يبدأ يفكر. عموما بدأت اشوف في موضوع التوحيد، يعني يعني هراجع شوية، لان برضو بعض الاخوان اتكلموا في موضوع التوحيد. انتوا كتير، طب اعرف طب ازاي يعني، ازاي مثلا اؤمن الله عز وجل له قدم وفي النار. كنت بسمع الكلام وراح اراجع الاقيه موجود. مثلا كلام ابن تيمية في مسألة ان الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الله في سورة شاب قمر. هو بيصحح الحديث وبيحمله على انه يعني مش لازم طالما ان الرؤية كده يبقى هي دي الحقيقة. ونرجع من جهة تانية يقول لك لا، طالما ان رؤية الانبياء حق، طب انا اعرف ايه هي رؤية الانبياء حق ولا مش حق. لو رؤية الانبياء حق يبقى الله عبارة عن شاب امرد.
مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي أنت أميري منذ الغدير والنص واضح جلي